المحور الثالث في موضوع الجيش انه ما سيكون الجيش. في ناس كتار جدا وجهوا لنا اسئله في الحته دي، الجيش اللي حيكون النغمه الدائره اليومين ديل انه تكون قوات مسلحه على حركات المسلحه وحركات النهب المسلح بتاع الدارفور والجنجويد وما تبقى من ما يدعى الجيش السوداني. كلام فارغ، ده كلام فارغ. يستحيل انك تبني طابق ثالث ورابع وخامس على اساس من الطين. الاساس الموجود ده اساس بتاع طين، فعشان تجيب لك مهندس نظيف شاطر حيشيل ده كله برا ويصب اساسات جديده ويبني علشان تطلع عماره. لكن لا يصلح ولا الجيش الموجود ولا الشرطة ولا الأمن ولا الحركات المسلحة ديل تعودوا على النهب وتعودوا على الاسترزاق. يستحيل يصلحوا يكونوا نواة لجيش. الجيش الجديد حتكون بمعاونة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لنزع السلاح وتسريح الموجودين أيا كان، الصالح والطالح يتسرح. بعد ذلك اللجان اللي بتجي علشان تكون القوات الجديدة تنظر في هؤلاء، من يصلح منهم يستوعب ومن لا يصلح يصرح، يشوفوا له حتى لو زول كويس يشوفوا له شغلانه في حته ثانيه. لكن انه ترجع لنا نفس القوات المسلحه ونفس الشرطه ونفس الامن ونفس الحركات اللي هسه عاملينها دي عشان تكون نواه لقوات مسلحه جديده، فدي خرافات وكلام فارغ ولا يصلح اطلاقا اطلاقا. نحن دايرين نبني دوله جديده نظيفه، لازم يكون بنانا على ارض نظيفه. الارض النظيفه تستدعي انك تنظف الوسخ كله علشان تبني جديد. لا بد من قيام جيش جديد، تجنيد جديد على اسس جديده، على تربيه وطنيه جديده، على مهنيه وحرفيه جديده، على ايمان برساله الدفاع عن الشرف والواجب والوطن، الدفاع عن الارض والعرض وصيانه الدم السوداني. غير كده اي حاجه بتقول انه يضموا الدعم السريع والحركات المسلحه وانها يعملوا منها جيش، ده كلام فارغ، ده كلام فارغ. اي زول يوافق على الكلام ده انا بقول له التعاميل.